السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى جاية لكم فيديو. انا بحب دايما فيديوهات تكون قصيرة علشان تعرفوا تسمعوها ويكون فيها الخلاصة، ما نتكلمش ونعيد ونزيد كتير. فدايما هتلاقوا فيديوهات القناة مقتصرة جدا جدا على المعلومة المفيدة وخلاص. ايه النهاردة وايه اللي حصل وايه اللي تم وايه اللي جرى؟ يا نهار ابيض، احنا ما وراناش بقى غير عيلة الحاج جابر. طيب هنشوف ونستعرض كده بعقلنا. سيبكوا بقى من الكلام الكتير اللي بيحصل. النهاردة حمودي نزل لنا بستوريهات ومحمد نزل بستوريهات. لو انتوا بقى يا جماعة بتحللوا الموقف صح هتلاقوا الاستوريهات شبه بعض قوي، من ناحية المونتاج، من ناحية الطريقة. الاستوريهات اللي بتنزل عند محمد نفس طريقة حمدي، نفس المونتاج بتاع حمدي ونفس الطريقة بتاعته في كل حاجة. ففي ناس انقسمت النهاردة قسمين، وناس قالت ده الفيديوهات دي حمدي اللي بيعملها وده ترند ودي كذبة كبيرة، وهيقولك بقى دي كانت كذبة إبريل وان احنا متفقين، وهل هنتقبل ده ولا لأ؟ طب لو طلعوا قالوا لنا انها كذبة وانهم كانوا عاملين لنا زي مسلسل، هننبسط ولا هنزعل؟ طبعا دلوقتي الجمهور او المتابع الذكي جدا هو اللي بيقول كده، الله اعلم، لان الناس دي كل يوم بطريقة شكل وبوضع شكل. ولكن في الستوري بتاع حمدي على الانستجرام اللي نزل فيه غرفة العمليات وبيلقح تاني وتالت وعاشر على اخوه، فدي كانت برضو النهاردة من الحاجات الغريبة. وقال ان انا هشرح لكم كل حاجة، البيبي اللي بيتحط له شحن يقصد يعني ان مفيش بيبي، وبيقسم بالله للمرة التانية ان مفيش بيبي. طب ايه؟ نروح بقى على الجانب الاخر، نلاقي محمد بيتكلم وبيقول انتظروا فلوج الولادة. طب انت هتعمل ايه فلوج الولادة؟ هتعمله بالاي اي؟ المتابع ما بقاش غبي وبيعرف يفرق كويس جدا. وبعدين احنا ما عندناش التقنية الرهيبة جدا اللي عند الاجانب اللي هي توهمك ان الفيديو حقيقي. لسه ما وصلناش للنقطة دي. فهل هو هيعمل ايه؟ طب خليه هيعمل فلوج الولادة وهيجيب بيبي وهيجيب دكاترة يعملهم، يلبسهم، او ناس يعني يلبسها يونيفورم دكاترة ويعمل جو العملية والكلام ده كله ويصوره. لان هو بيقول ان انا مصور لكم المستشفى لانها اعلان، يعني وجود آلاء في المستشفى اعلان للمستشفى. فمحمد النهاردة بيقول ان انا هنزل لكم المستشفى فتفوتة فتفوتة. الله، طب ما تنزل لنا حتى ستوري يا عم، نزل ستوري وانت في المستشفى وانت مش بتروح تزورها ولا ايه؟ معنى ان انت بتصور المستشفى فتفوتة فتفوتة ان انت ممكن تسرب ستوري بسيط كده 30 ثانية للمتابع بتاعك اللي بيحبك اللي عايز يعرف انت بتخدعه لحد فين. ممكن تنزله ستوري صغير وانت بتصور ستوري وانت داخل المستشفى. الناس دي حياتها كلها التصوير يا جماعة، مفيش حاجة اسمها اصل ملخوم ومضغوط ومش عارف اصور ومش عارف اخلص المونتاج. الناس دي كانت اختهم ميتة وتاني يوم كانوا بيصوروا، فقصة مضغوطين وملخومين دي ما تدخلش الدماغ. منتظرين فلوج الولادة، ومنتظرين الأهم من ده كله التلميحات والاستوريهات بتاعت حمدي اللي أصبحت كوميديا، هي اللي بتكمل اليوم وبتضحك المتابعين. الناس اللي ما بتشوفش استوريهات حمدي هي موجودة في الانستجرام عنده حاجة كوميديا، كوميديا فعلا يا جماعة. طبعا الناس منتظرة على أحر من الجمر الفيديوهات اللي هتنزل من الطرفين. واللي انا بقوله متخيلة ان ممكن يحصل ان احنا نبص نلاقي العيلة كلها متجمعة يوم الولادة، وان يقولوا لنا هاي ضحكنا عليكم. بس طبعا ده بنسبة 1%. اكيد طبعا مش ممكن ده هيحصل، وإلا كده يبقى حمدي ضيع سمعته وضيع كل اللي هو بناه علشان كذبة ملهاش اي 30 لازمة. قاعدين ومنتظرين
ورد الحاج جابر اللي هو له رد ولا مردش، يعني ياريته كان سكت احسن، هنتكلم عنه برضو هنعرف ايه النظام.